تطبيق رجل شيكابالا بعد هدف الفوز على البنك الاهلي في مباراه في الدوري ب3 نقط عادي. عايزين الاهلاوي ماذا نفعل في قدم قفشه بعد هدف نهائي القرن؟ تخيل انت بقى. صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. اجمل وامتع واحسن كوره عصرتها مع الاهلي من بعد مانويل جوزيه والفتره الصغيره قوي بتاعت فايلر. احنا بقينا تقال قوي، مش الماتشات مش سهله. يعني المصري لو انت مفكر المصري انت كسبت 4 دوت سهل، المصري بعد ما انت خسرت 4 كسب الماتشين في الدوري، والمصري كويس جدا وعامل صفقات تقيله جدا وحلو جدا. والاسماعيلي لسه كسبان اخر ماتش الاتحاد 3-1 وتعادل الماتش الاولاني في الدوري وانت كسبت 3 وكسبت انبي 3. انت من بعد ماتش اتحاد العاصمه وانت اللعيبه فاقت من اللي هي كانت لسه بقى راجعه واخده الموسم بقى بثقه، وانا راجع بطل افريقيا وبطل الدوري وبطل السوبر. كل دوت اللعيبه نسيته وبدات بقى موسم تكتسح فيه اي حد هيلعبك. انت بقيت تقيل قوي في حته الدفاع باستثناء الجول اللي جه النهارده دوت والرعونه اللي انا شفتها في دفاع الاهلي والاستهتار اللي انت خلاص يعني ايه ضمنت الماتش في الاخر كده. انت لعبت برعونه باستثناء الجول الاخير ده. في اخر 4-5 ماتشات جايب 17 جول، كسبان سان جورج 3 و4 وكسبان المصري 4 وكسبان انبي 3 وكسبان الاسماعيلي 3. فخلاص بقيت بتكسب اي حد بسكور. بقى عندك سكواد في الهجوم مرعب. ناقصك المهاجم الفرنسي اللي جاي دوت موديست دوت، ربنا يكملها على خير والصفقه تتم على خير وتنجح المفاوضات معاه ويجي الاهلي باذن الله يكسر الدنيا. ما هو لسه ما جاش، ما تقوليش جه. انت ناقصك مهاجم. والله انت لو معاك مهاجم في خط هجومك هيفرق معاك جدا. انت خط هجومك كله مبني على حسين الشحات وبيرسي تاو والعالمي. ربنا يسترها عليه، هي اصابته والتشخيص المبدئي ليها مبدئيا كده كدمه. الحمد لله بعيد عن الصليبي باذن الله وهيرجع للملاعب بسرعه. ونخش في الماتش على طول. انت اول ربع ساعه ما عملتش اي حاجه خطر على الجون غير الكره بتاعت بيرسي تاو اللي هي كانت جاله من ورا تسقيطه وهو حاول يلمسها وضيعها. اول ربع ساعه انت ما ظهرتش في الماتش خالص، كنت بتحاول تهدي الريتم. الاسماعيلي كان نازل ضاغط عليك وكان نازل بيلعب بحماس وهمشاه بحماس، كان نازل بيلعب بحماس او برجوله قوي، وكان نازل عايز ايه هو يبادرك ويجيب فيك جون بدري. في الدقيقه 22 على طول هجمه ثلاثيه ما بين معلول وامام والشحات، يلعبها معلول لامام عاشور، يلعبها بالكعب جميله قوي لحسين الشحات اللي خد الكوره في وشه ودخل على الجون، يحطها ما بين رجل المدافع وتيجي في العارضه وترجع لبيرسي تاو اللي بقى فارق معاك قوي في كواليتي الفينش بتاعه على الجون. بيرسي تاو يعني الموسم دوت واخر الموسم اللي فات رجع بيرسي تاو اللي احنا اللي كنا متوقعين اللي هو هيجي من برايتون. كنت جايب لاعب بالدوري الانجليزي كنت متوقع له تفوق كاسح مع موسيماني، ما شفناهوش خالص غير في اول ماتشين جه فيهم، وكان بقيه الموسم ولا الاثنين بتوع اللي كان موسيماني موجود فيهم كان مصاب. فانت رجل بيرسي تاو في الملعب فارق معاك جدا، واظن فارق باين الكواليتي بتاع الجون الاولاني اللي هو جابه واللي هو شمع الكره في الجون. الحارس كان رايح على الكره وخايف منها. هو دوت اللاعب اللي انا عايزه، مش موجي اللي انت جايبه لي دوت مش عارف ده جاي منين ولا بيعمل ايه مش عارف. اكيد مش ده الصفقه اللي جايه من بروسيا دورتموند. اكيد مش هو ده المهاجم اللي انت كنت جايبه مكسر الدنيا. بيرسي تاو افتتاح التسجيل بكره جميله قوي ملعوبه من معلول لامام للشحات، وكان نفسي كره الشحات تكمل جون، كانت هتبقى احسن بكتير. وفي الدقيقه 30 يتصاب امام عاشور ويطلع وينزل لنا طاهر ضيعها طاهر. يطلع امام عاشور وينزل لنا طاهر محمد طاهر عشان يشيل لنا. هتقول لي يا عم ده حرام عليك ده عمل اسيست، اقول لك والله هو كان لعبها اصلا لموديست. يعني هو حظه الحلو ان كان جاي بيرسي تاو من وراه واتحسبت لطاهر اسيست. والله وانا مش جاي على طاهر ولا حاجه، بس والله انا بتكلم عليها شايفه في الملعب. تخيل انت ان طاهر عمل اسيست، افتكر لي اي كوره تانية عملها طاهر من الدقيقه 30 لعب ساعه كامله. افتكر لي اي لقطه عملها طاهر محمد طاهر طول الماتش غير الاسيست ده. مش هتلاقي، ما تدورش انت بتفكر في ايه. طاهر ما عملش اي حاجه، ما شفتوش، وخصوصا بعد ما نزل
خسرت الاستحواذ على الكوره وكنت باين وحش قوي لحد ما نزل رضا سليم. يعني بعد رضا سليم ما نزل ابتديت تمسك الكوره شويه وابتديت تلعب احسن شويه، لكن محمد طاهر نزل فقدت الاستحواذ على الكوره وفقدت كل الايجابيات اللي عندك، ان انت تعرف تقف على الكوره وتبني لعب وتطلع المهاجمين بتوعك اللي كان امام بيعمله. انت مش عارف انت كنت منزل طاهر في قلب الملعب يعمل ايه؟ يعني انت كنت منزل لي طاهر يلعب مكان امام ازاي؟ انا كان عندي احسن ان ينزل حسين الشحات يلعب هو مثلا مكان امام وترمي طاهر على اي جنب من اللبنان. لكن انت تلعب لي طاهر قدام الاثنين بتوع نص الملعب، كان قرار غريب قوي من كولر وما كانش مفهوم، وفقدت كتير قوي من خطورتك بعد نزول طاهر. في الدقيقه 38 اللاعب الصاعد الواعد اللي باذن الله اخر الموسم دوت احمد كوكا هيكسر الدنيا، هيبقى نص ملعب اساسي في تشكيله الاهلي وفي منتخب مصر باذن الله مع مروان عطيه. يعمل سوبر باص لحسين الشحات عشان حسين الشحات يفنشها بطريقه جميله قوي ويحرز الهدف الثاني في الدقيقه 38، والتوقيت حلو قوي بتاع الجون عشان تطلع الشوط الاول فايز 2-0. ونشوف هنعمل ايه في الشوط الثاني. قبل الشوط الثاني معلول عمل اسيست عالمي برضه النهارده لياو انور يتألق فيها الشناوي ويشيلها. مش عارف معلول ماله، مش مركز، وبقالي كذا فيديو بتكلم على الحته ديت ان معلول ما بقاش علي معلول اللي احنا عارفينه، ما بقاش مركز، الكوره بتقطع منه كتير، طلوعه بالكوره بقى صعب قوي عليه. مش عارف، هفضل كل حلقه اقولها مش عارف انت هتخش السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا في بداياته وكاس العالم ازاي بعلي معلول. زغره جامده جدا عليك النهارده، كان بيلعب عليه عبد الرحمن مجدي وحمدي النجاز، كانوا عاملين عليه شغل من ناحيه الشمال عليك. يعني انت الناحيه الشمال عندك هي اكتر الشغل اصلا جاي من ناحيتها. فتخيل بقى انت لما تلاعب فرق بقى اوروبيه مثلا، ولا تلاعب الاتحاد، ولا تلاعب صن داونز، هيبقى عندك نقطه ضعف جامده قوي اسمها علي معلول. احنا عارفين من زمان علي معلول نقطه ضعف، بس كان بيبقى نقطه قوه جامده جدا في الهجوم، وكان دايما الفرق اللي بتلعبك بتحذر من الناحيه الشمال بتاعتك. دلوقتي انت الناحيه الشمال فقدت علي معلول فيها، ودفاعيا علي معلول زي ما هو ما اتطورش في اي حاجه، وربنا يسترها علينا في المنافسات اللي جايه. بدأ الشوط الثاني وكانك يا ابو زيد ما غزيت، سايب الكره للاسماعيلي زي ما نهيت الشوط الاول، سايب الكره للاسماعيلي، فاقد الاستحواذ على الكره بسبب برضك وجود طاهر في قلب الملعب. وطاهر اصلا يعني مش اللاعب اللي بيقف على الكوره ولا يعرف يلعب اللي جنبه ولا يعرف يعدي من واحد ولا الكلام ده كله، فاقد الاستحواذ على الكوره. وفي الدقيقه 55 اتعمل عليك هجمه بثلاث ارواح. يعني الكوره اصلا انا قلت جول لحد ما جه عبد الرحمن مجدي شاطها بره وريحنا. الكوره شاط عليك مره واثنين وثلاثه ومفيش ولا لاعب في قلب الدفاع ولا نص ملعب ولا اي حد دخل على اللاعب اللي معاه الكوره عشان يخلصك منها، كله كان بيحجز. يعني الكوره راحت لعبد الرحمن مجدي وراحت لياو انور وراحت مش عارف لمين تاني، الشامي باين. الثلاثه كل واحد يشوط الكوره يا تخبط في لاعب يا الشناوي يشيلها لحد عبد الرحمن مجدي طلعها بره وريحك منها. وانا كنت خايف ان هي تيجي جول، وانت كنت لسه كسبان 2، ولو دي كانت جت جول لسه في اول الشوط الثاني كان هيبقى 2-1، وفي الدقيقه 55 كان ممكن الماتش يقلب عليك في ثانيه. طاهر 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 ده كان ايمن الكاشف النهارده بيقولها كل ما الكوره توصل لطاهر. يعني كل ما الكوره تروح لطاهر تحس ان ايمن الكاشف بيندهله، هو حاسس ان في حاجه هتحصل بس مفيش حاجه بتحصل. في الدقيقه 64 بقى الحلويات كلها بقى، كره ثلاثيه بين رضا سليم وطاهر محمد طاهر والتاو. رضا سليم يلعب كره جميله قوي لطاهر محمد طاهر، يلعبها بالعرض لبيرس تاو ويسجل الجول الثالث. بس ما عملتش اي حاجه طول الشوط الثاني غير الكره دي، وفضلت سايب الكره للاسماعيلي، وكنت بتلعب باستهتار خلاص ان انت انك كسبت الماتش والاسماعيلي ما بيعملش حاجه
خطيره عليا، فخلاص انا هريح. اللعيبه كلها كانت مريحه وما كنتش بتعمل حاجه، يعني ما شفتلكش اي هجمه خطيره تاني طول الشوط التاني غير هي الكوره بتاعت الجول. في الدقيقه 73 يو انور يبقى جوه ال 18 يعدي من ياسر ابراهيم ويخش محمد هاني، يعني ايه عايز ياخد الكوره منه بالكعب. انت جوه يعتبر جوه 6 يارده، عايز تاخد منه الكوره بكعبك، لولا ان الكوره جت في ايده راحت للجناح الشمال بتاع الاسماعيلي، يشوطها تيجي في العارضه وتخرج بره. وباين اول رعونه في الدخول بتاع محمد هاني في الكوره دي بالذات، وده اللي انا بكلمك عليه ان اللعيبه خلاص حسمت الماتش، حست ان هي حسمت الماتش. ودوت اللي انا عايز كولر يفوق اللعيبه منه، ايا كنت كسبان 3 4 5. انا مفيش حاجه اسمها حسمت الماتش، مفيش حاجه اسمها بلعب برعونه وتقريبا هو دوت اللي كولر عمله، اللي هو سحب محمد هاني ونزل لك خالد عبد الفتاح. محمد هاني بعد الكوره دي اصلا انا قلت خلاص محمد هاني كده مش موجود، مش هيكمل الماتش كده. محمد هاني عدل، محمد هاني هيبقى وحش قوي بقيه الماتش بسبب الكوره ديت، ولو كانت دخل الجون ما كانش حد هيرحمك يا محمد هاني. في الدقيقه 79 على طول يطلع هاني وديانج والشحات وينزل قفشه وخالد عبد الفتاح ومحمد زغلول، المهاجم اللي طلع من الناشئين. وباذن الله المهاجم ده هيبقى كويس جدا، وافتكروا كلامي قدام. المهاجم ده بس ياخد فرصته مع الاهلي، مهاجم كويس وبيعرف يرفع الكوره حلوه قوي وتقيل، بس هو محتاج خبره بس زي كريستو. في الدقيقه 90 بقى تعالى لي بقى كده قول لي ايه اللي حصل في خط دفاعك. الجون اللي جه ده جه ازاي؟ عبد الرحمن مجدي على خط ال 18 والاربع مدافعين بتوعك واقفين كلهم قدام الجون، محدش فكر يخش على عبد الرحمن مجدي. وحتى بعد ما شاطها والشناوي صدها يجي ياو انور من وراهم ياخد الكرة ويلم ياسر ابراهيم ويحطها في الجون، انا مش عارف لما محمد عبد المنعم ويجيب في الجون ويحرمك من الكلين شيت في الدقيقة 90. مش عارف ليه كان دوت منظر دفاع الاهلي. احنا بنقول ان انت في 4 5 ماتشات جايب 17 جون وما دخلش فيك ولا جون، فكنت كمل يا عم، ده كمل، ده الاسماعيلي، ده المانجا باظت. ونيجي بقى في نهايه الحلقه للفقره اللي انا بحبها، واحسن 3 واوحش 3 في الماتش. وهنبدا بالاسوأ على طول. معانا رقم 1 باكتساح وما لقيتش اي منافس ليه، موديست. مهاجم طول الماتش انا ما شفتهوش الا هو مثلا الكوره جات له تتقطع منه كان هيجيب في الجون. الكوره اللي كان الشناوي خارج معاه فيها في الركنيه ما شفت ما باكتساح، يعني مثلا هو واخد 10 من 10 في الاسوأ. اللي جايين بقى بعد كده مثلا علي معلول رقم 2 5 من 10 مثلا، يعني فاهمني، يعني فاهم الفرق. يعني هو وحش الدبل، مش وحش بس، ده هو وحش الدبل فوق الاثنين اللي فوقيه. فمعانا رقم 1 موديست، وبعدين على طول معلول، والثالث اليو ديانج. ما شفتوش طول الماتش، والكرة لما اتمسكت منك في نص الملعب ما كانش عندك حد بيساعد كوكا خالص في الخروج بالكرة، وكوكا هو الوحيد اللي كان بيلعب في نص الملعب. كنت اشوفه على طول بيقطع هنا وبيضغط هنا وبيعمل هنا. ما شفتش ديانج في اي حاجه، ولا في كوره بيطلع بيها، ولا في ضغط، ما شفتوش في اي حاجه. ونروح مع بعض على احسن 3 لعيبه الفايق قوي النهارده، واللي طبعا هو رقم 1 بيرسي-تاو. عايز الليله جايب جونين وجايب 4 اجوان في اول ماتشين ليك في الدوري، وباذن الله هداف الدوري السنه دي. وبعديه على طول حسين الشحات، الوينجين اللي انا كاهلاوي طول عمري بنام احلم بيهم، بنام احلم بوينجات بتجيب اجوان بتصنع الفارق. انا كنت بلعب بوينجات كان معايا ميدو جابر وحمودي واسلام محقق. ما تفكرنيش كنت بلعب بحمودي وميدو جابر واسلام محارب، الحمد لله. فعندي دلوقتي بيرسي-تاو وحسين الشحات في الملعب، وقاعد لهم بره على الدكه رضا سليم واحمد عبد القادر وكريستو. تخيل، ماليش دعوه بالمهاجم. انا عايز مهاجم، انا عايز مهاجم. وشوف لي موديست دوت محتاج له 20 ماتش تاني ولا ايه عشان يفوق، ولا مش عارف ده مش موديست ولا ده خد توأم ولا ايه، ده مش عارف. وطلعت بره السياق شويه معلش. اول لاعب معانا بيرسي-تاو، وتاني لاعب حسين الشحات، والتالت من وجهه نظري كوكا، نظرا لسنه وان هو كان بيلعب النهارده في نص الملعب لوحده بعد خروج امام. كان بيلعب لوحده، انا ما كنتش حاسس ولا بطاهر ولا باليو ديانج.
فيبقى رقم 3 معانا احمد نبيل كوكا. وبس كده، وصلت معانا في الحته دي في حلقه عامله بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان الحلقات الجديده. سلام.